بس ده سر خليهولك انت بما انك كملت لاخر ثانيه في الفيديو ده هيكون دليلك لفهم منتج العقار وسوق العقارات في مصر. هدفي من الفيديو ده ان اي حد معدي سواء كان مصري عربي هندي يفهم ايه هو سوق العقارات في مصر. خلينا نبدا على طول. ايه هو العقار؟ منتج زي اي منتج، ماله بيتباع في السوق. السوق ده عباره عن اسواق مختلفه. اختلافات السوق ده هتيجي وفقا لاعتبارات معينه. يعني المناطق الجديده في مصر والمناطق القديمه في مصر نقدر نعتبرهم سوقين مختلفين. كل ما هو تجمع او زايد او مستقبل او عاصمه ده سوق، وكل ما هو مصر جديده معادي والحاجات اللي زيهم ده سوق تاني. طب العقار ده ماله غالي؟ طب غالي ليه؟ او غالي على مين؟ غالي على اي حد بيشتريه. طب ازاي؟ تعال نوضح بمثال. تعال نقول ان في حد هيشتري شقه اوضتين في اي منطقه قديمه، مثلا حدائق حلوان، دار السلام. المناطق دي هتكون عامله مثلا 750,000 جنيه 700,000 جنيه. نفس الشخص ده لو راح اشترى الشقه دي اوضتين بنفس المساحه مثلا في التجمع ممكن تكون عامله لها 10 مليون جنيه، 10 12 15 مليون جنيه كمان حسب البراند والمكان وحاجات كتير. ال 750,000 جنيه كتار على اللي هيشتري شقه في حدائق حلوان، وال 10 مليون جنيه كتار على اللي هيشتري شقه في التجمع. الاثنين هيعتبروا تحويش العمر بالنسبه لهم، وعشان يجيبوهم محتاجين يشتغلوا كتير جدا. هتقول لي طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هقول لك مفيش فرق، ده تشابه. اللي هيشتري شقه في حدائق حلوان دي اخر البادجت بتاعته انه يعرف يشتري الشقه دي بالبادجت دي، واللي هيشتري شقه في التجمع بالبادجت الكبيره دي هو برده ده اخره، ده سقف. لذلك قرار شراء عقار ده حاجه صعبه جدا ممكن تاخدها في حياتك كلها مره واحده. قرار مهم ومفصلي واستراتيجي. طب هو ليه العقار غالي؟ العقار غالي لسببين. اولا المواد اللي داخله في بنائه سعرها غالي. ثانيا المواد اللي داخله في بنائه دي مرتبطه بوضع اقتصادي، فاسعار المنتجات زادت، سعر الجنيه قل، المواد الخام دي زادت، فالعقار سعره زاد. طب ليه سعر العقار او غلو العقار مش منطقي؟ يعني ممكن يكون مبالغ فيه تحديدا في المناطق الجديده. هقول لك لان الوضع الاقتصادي في البلد وتحديدا الفتره اللي فاتت ما كانش واضح ومعلوم قوي بسبب فكره التضخم. زادت اسعار كل المواد الخام، فبالتالي زادت الاسعار بتاعه العقار. ولعدم وضوح الرؤيه قوي كل حد بيبني عقار كان بيسعره بتسعير مبالغ فيه، وبيكون مقلل قيمه الجنيه فيه عن الوضع الحالي. يعني لو هو الوضع الحالي في السوق الدولار عامل 50 جنيه هو مش هيسعر على 50، هو هيسعر بحاجه اسمها تسعير تحوطي، هيسعر على 60 على 70 على 100، بحيث لو جد في الامور امور مستقبلا هو ما يتضرش قوي. طيب انا مالي بالقصه دي؟ مش هقول لك ان ده وضع انت مجبر عليه ولا مضطر تتعامل فيه، بس هقول لك ان بشكل ما او باخر انت دلوقتي هتدفع ضريبه كبيره قوي او سعر كبير قوي او قيمه فلوس كبيره قوي، بس لو لا قدر الله الدنيا اتاثرت سلبا قدام انت بتبقى متامن، لان العقار بتاعك بيكون ماسك سعر، يعني سعره ما اتضرش او ما قلش كتير، بل بالعكس لو الامور ساءت العقار سعره بيزيد، فانت بتكون في الامان. بس مش كل العقارات تعتبر اوف بلان ولسه هتتسلم في المستقبل، في عقارات بتتسلم فوري. ده سؤالك صح؟ هقول لك اجابتك صح، بس حتى العقار اللي بيتباع فوري سواء كان ريسيل من مشتري لمشتري او من مالك لمشتري جديد، او العقار اللي بتسلم فوري من الديفلوبر بشكل مباشر، هو برضه متراعي فيه فكره ان هو ماذا بعد ما بيع. انا كحد عندي شقه او فيلا بعتها هشتري بعد كده بكام؟ طب انا كديفلوبر عندي حاجه فوري وبعتها، لما اجي اخد ارض تاني وابدا ابني تاني هبني بانهي اسعار للخامات؟ فلذلك حتى العقار الفوري طايله من الحب جانب او طايله من التضخم السعري ده جانب. طيب ايه جمله ان العقار منتج بيتباع في اسواق مختلفه دي؟ انا كلمتك في الاول ان الاسواق المختلفه دي اختلافها ممكن يجي من اختلاف اللوكيشن، بس الاسواق المختلفه دي ممكن تختلف على حسب حاجه تانية. لو انت بتشتري العقار ده من الشركه اللي بنيته دايركت فده اسمه سوق البرايمري او السوق الاولي. اما لو انت بتشتري العقار ده من مالك غيرك فده اسمه سوق الريسيل او السكندري ماركت او السوق الثانوي. طيب هو العقار اللي انا بشتريه من الديفلوبر او بشتريه برايمري ده لازم امتلكه او لازم استلمه او لازم يتبني عشان ابيعه؟ هقول لك لا. اقول لك انت ممكن بعد ما تتعاقد عليه تعدي فتره ولتكن سنه او سنتين حسب وضع الماركت، ممكن تكون اسرع من كده ممكن تكون اكتر من كده، وتبيعه لحد تاني وتاخد عليه اوفر برايس، هو يكمل الاقساط وانت تاخد الاوفر برايس ده في جيبك. تقول لي بس انا كده ما بعتش عقار، انا بعت ورق. اقول لك يا عم ما تبيع وانت ساكت، هو انت مش كسبت؟ تقول لي طب ما حلو ده، انا عايز منه على طول، اخش اي لونش اشتري من اي مطور واقعد فتره قصيره وارجع ابيع واخد اوفر برايس في جيبي. هقول لك هو حلو بس ما تعص منه، خصوصا في وضع اقتصادي زي اللي احنا فيه ده في شيء من الثبات. احنا بقالنا سنه سعر الدولار ثابت في البنك ب 50 جنيه مصري تقريبا. امتى الموديول ده يبقى حلو؟ الموديول ده الاول لازم تعرف ان هو اسمه فليبنج او بتقلب، يعني هو بالعربي ملوش ترجمه بروفيشنال قوي، هو اسمه انك بتقلب، بتخش تشتري تبيع بسرعه تاخد فرق السعر اللي هو اوفر برايس في جيبك بسرعه. ده يحصل امتى؟ يحصل لو في وضع اقتصادي غير مستقر. حصل امتى بشكل رائج جدا في مصر؟ حصل في السنه بتاعت 2023 واول 24 اللي هي الفتره اللي نط فيها الدولار من حاجه و20 جنيه ل 70 جنيه في السوق السوداء. يعني انا يا محمد لو دخلت دلوقتي عند ديفلوبر اشتريت عقار اوف بلان ما ينفعش اقعد 3 شهور او 6 شهور وابيعه؟ هقول لك مستحيل. ولو حد باع لك الفكره دي وانت بلعتها او اشتريتها انت حر وما تلومش الا نفسك. طيب انت يا محمد مش بتشجع عليها ليه؟ قلتها. انا بقولها من باب العلم بالشيء ومن باب ان انا ما اخبيش عليك معلومه هي موجوده في الماركت وليها استخدامات، ولكن الاستخدامات بتاعتها بتكون بتوقيتات زمنيه معينه في ظروف معينه ما بتتكررش كتير.
كتير، لكن السائد والصح ان العقار حاجه طويله المدى في الاستثمار، والاستثمار في العقار له اشكال مختلفه. انا بكلمك عن شكل واحد بس منها وهو اعاده البيع. لو عايز تعمل ده وتكسب منه فده لازم يكون على مدى زمني طويل، او بطريقه بتخليك تتعامل مع العقار ان هو استثمار طويل المدى. عرفت دي؟ خش استثمر في العقار وانت قلبك مستريح. طب معلش برضو انا زغلل عيني الموضوع بتاع ان انا اكسب بسرعه في 3 شهور او 6 شهور، ده اعمل كده امتى؟ اعمل كده لو الوضع الاقتصادي بيسوء، ودي حاجه ما تتمنهاش يعني، ما تبقاش طماع. طب يا عم محمد، انت قلت ان سوق العقارات بيتقسم بناء على عوامل كتيره مختلفه غير البرايمري والريسيل، ممكن نعرفها؟ هعرفها لك، بس قبل ما اعرفها لك خليني اقفل لك نقطه البرايمري والريسيل دي. المفروض يكون في سؤال في بالك دلوقتي بيقول امتى اشتري برايمري وامتى اشتري ريسيل، وسواء السؤال ده جه في بالك او لا تعالى اجاوب لك عليه انه مهم. تشتري ريسيل امتى؟ تشتري ريسيل لو انت عايز حاجه تقعد فيها دلوقتي حالا، يعني انت هتنقل من مكان لمكان وعايز تعزل بالبلد، فانت اكيد فيزيائيا مش هينفع تشتري حاجه برايمري اوف بلان لسه ما اتبنتش، ساعتها هتشتري حاجه ريسيل مبنيه، هتدفع فلوس، هتاخد مفتاحها، تروح تستخدمها. طيب امتى تشتري ريسيل اوف بلان؟ تشتري ريسيل اوف بلان لو فاتك لونش معين في شركه معينه طرحه مشروع معين بتسعير كويس وانت ما لحقتش تخش فيه، ساعتها انت هتفيد واحد فليبر من اللي انا كنت لسه بشرح التكنيك بتاعه من شويه. واحد دخل وعايز يبيع بعد اللونش ب6 شهور بسنه وانت عايز تشتري منه. بس اللي لازم تعرفه كويس قوي في شراء الريسيل سواء كان حاجه مبنيه او حاجه اوف بلان، ان هو لو حاجه مبنيه انت هتحط كل الفلوس بتاعت الوحده دي كاش على الترابيزه ما فيهاش قسط. طب لو هي اوف بلان اكيد هيكون فيها قسط وانت هتستفيد منه، بس هتكون عايز تحط كل الفلوس اللي الشخص اللي انت هتشتري منه ده على الترابيزه برده. يعني هو لو كان دفع مقدم مثلا و3 اقساط، انت هتدفع مقدم و3 اقساط، وهتدفع كمان الاوفر برايس اللي هو هيكون عايز يبيع بيه اللي هو يعتبر الربح بتاعه، وهتدفع رابع حاجه عموله البروكر. لو الكيس دي فيها بروكر فانت هتدفع كمان عموله البروكر، كل ده هيدفع مره واحده. طب ده هيأثر عليك في ايه لو انت بتشتري ريسيل؟ هيأثر عليك بس في فكره الضغط، توفر فلوس كاش، سيوله كاش كلها مره واحده لو بتاخد حاجه مبنيه، ولو هتاخد حاجه اوف بلان المبلغ اللي هتدفعه هيكون اكبر من اللي دخل في اللونش. لذلك لو تشتري حاجه اوف بلان مهم قوي انك تشتري في مرحله اللونش، ده بيكون احسن سعر في المشروع كله. طيب نرجع بقى عن علاقه العقار بالسوق. هي اسواق العقارات مختلفه عن الحاجات اللي انت قلتها في الفيديو قبل كده، سواء كان برايمري او سكندري او سواء كان مبنيه على اللوكيشن. هقول لك ممكن سوق العقار يختلف بناء على اختلاف نوع العقار نفسه. هو العقار ده سكني ولا تجاري؟ طب لو تجاري هو مكتب ولا محل ولا عياده؟ طب لو سكني هو فيرست هوم هتقعد تعيش فيه حياتك اليوميه ورايح جاي عليه، رايح الشغل جاي من الشغل، بيتك اللي هتعيش فيه بشكل اساسي؟ ولا سكند هوم يعني حاجه كوستال مثلا ساحليه بتروحها فتره في السيزون في الصيف وخلاص؟ طب هتكون في شرق القاهره ولا في غرب القاهره؟ طب لو شرق القاهره هي في التجمع ولا في المستقبل سيتي ولا في العاصمه؟ طب الديفيلوبر هو مين؟ سابقة اعماله ايه؟ هتقول لي هي كل دي زوايا المفروض اكون ببص منها على العقار وانا بشتري؟ هقول لك بس عشان اكلمك عنها كلها في فيديو واحد انا هعمل مثلا فيديو 590 دقيقه، وطبعا دي حاجه صعبه وانت مش هتكملها للاخر ومستحيله بالنسبه لي. بس انا هديك قاعده تخليك تعرف تتحرك لوحدك في شراء اي عقار ايا كان نوعه في ايا كان سوقه. القاعده الاولى هنسميها قريب ولا بعيد، ودي ممكن تسمعها بصوت بهاء سلطان عادي. اما القاعده الثانيه هي تقيل ولا خفيف، دي اسمعها بصوت يعني. ايه الكلام الغريب ده؟ ايه اللي قريب ولا بعيد؟ هقول لك. انا مش لسه قايل لك من قيمه دقيقتين كده ان في شرق وغرب القاهره، ان في مستقبل وفي تجمع وفي عاصمه، ان في ساحل، ان في سخنه؟ طب ما دي كلها مناطق على مسافات مختلفه. تعال ناخد التجمع كمثال. التجمع ده كلمه بتطلق مجازا على فكره القاهره الجديده. القاهره الجديده دي اللي هي الجزء بتاع شرق القاهره، زي ما في ناس بتطلق وسط البلد على مناطق كتيره، التحرير، عابدين، باب اللوق. بس ايه فيهم وسط البلد بالظبط؟ هو كلهم وسط البلد. ايه فيهم بقى تجمع بالظبط؟ هو كلهم تجمع، بس في الاساس هم ليهم تقسيمات. لو قلنا تجمع فده قريب، لو قلنا عاصمه فده بعيد، لو قلنا مستقبل سيتي فده المتوسط ما بينهم. ده هيتحكم في ايه؟ هيتحكم مثلا في التسعير، هيتحكم في التسعير، هيتحكم في قراري، هيتحكم في قراري. طب هو هيتحكم في قراري ليه؟ عشان كل منطقه فيهم فيها عوامل بتتحكم في سرعه ان المنطقه دي تبقى عايشه وساكنه واوبريتد وانت تقدر تسكن فيها او تكسب منها. طب احنا كده برضو ما عرفناش منك هو البعيد بعيد عن ايه والقريب قريب من ايه. بعيد عن العمار وقريب عن العمار. كل ما كنت جنب منطقه ليفابل اللي هي بالعربي عمرانه كل ما كنت اسمك قريب، وكل ما بعدت كل ما بقى اسمك بعيد. ده وفقا للقاعده اللي احنا حطيناها، صح كده؟ بص خليني احكي لك قصه. من حوالي 25 سنه في سنه 2000 كان المصريين بقى لهم 7000 سنه عايشين جنب النيل، وما زالوا. الوضع ساعتها كان مختلف، كانوا عايشين جنب النيل حرفيا بقى، اللي هو كل الزحمه بتاعت كل ملايين البشر المصريين هي عايشه على النيل بس. جم المصريين دول قرروا في سنه 2000 يعملوا حاجه اسمها توسع عمراني.
التوسع العمراني ده قال لك يلا نعمل حاجه اسمها التجمع. اول ما بداوا يعملوا فيها مباني ويبداوا يشتغلوا عليها كمشروع، قابلهم بعض المشاكل اللي بيها ما قدروش يدخلوا مرافق ويكملوا المشروع ده. ومن هنا اتقلب الفكره من كونها انها فكره مطروحه للبسطاء عشان يتمددوا بس افقيا وما يبقاش فيه زحمه وتكدس، لان ده بقى مشروع استثماري. تعالوا يا مستثمرين ساعدونا ندخل المرافق. الارض دي طلعت بعيده عن الاماكن اللي احنا عايشين فيها، طلعت عاليه عن مستوى سطح البحر، تمهيدها ودخول المرافق ليها مش هيكون حاجه سهله قوي. تعالوا ساعدونا فيها. وبالفعل جم المستثمرين دول. غمض بقى هنا عينك وتخيل معايا من 25 سنه كان ايه الوضع. يعني لو قلنا دلوقتي ان التجمع هي اللي قريب وان العاصمه هي اللي بعيد، طب من 25 سنه كانت التجمع هي اللي قريب ولا اللي بعيد؟ برافو عليك، لو انت قلت انها كانت بعيد فانت اجابه صحيحه. طب اللي كان قريب هو كان ايه؟ كان هيبقى مثلا مدينه نصر. دي كانت منطقه جديده بنحاول نعملها عشان الناس تقعد فيها، وبالفعل قعدوا فيها بس حصل زحمه برضه. فلذلك احنا لحد دلوقتي ماشيين في فكره الايه؟ التوسع الافقي عشان نقضي على التكدس ونبقى عايشين على مساحه اكبر من ارض مصر، فبالتالي كلنا مش متكدسين حوالين نهر النيل زي ما اجدادنا القدماء المصريين كانوا عايشين زمان. هي دي فكره، على فكره هي تبان قصه بحكيها بس هي الكور بتاع القصه كلها. احنا ليه بنتمدد بشكل افقي كده؟ فكره بقى الفلسفيه العظيمه بتاعت بهاء سلطان قريب ولا بعيد دي بتتحكم في جزء كبير جدا من التسعير. كل ما كنت قريب من العمار كل ما السعر زاد، كل ما بعدت عن العمار كل ما السعر قل. بس زي كل حاجه في الدنيا ينفع تتشاف من ناحيتين. انت ممكن تستفيد اكتر لو خدت في البعيد ابو سعر قليل على اعتبار ان هو سعره هيزيد في المستقبل. اوعى تنسى النقطه دي. طب هو في ايه تاني بيتحكم في تسعير العقار غير المبدا بتاع بعيد ولا قريب ولا قريب ولا بعيد ده؟ اقول لك في حاجه مثلا اسمها الديستنيشن، وقبل ما اكلمك عليها لازم اقول لك ان في فرق ما بين الديستنيشن واللوكيشن. الديستنيشن هي الوجهه، المكان اللي هيتعمل فيه المشروع. يعني لو قلنا شرق القاهره دي كده ديستنيشن، غرب القاهره دي كده ديستنيشن، قلنا ساحل ده ديستنيشن، قلنا سخنه ده ديستنيشن، قلنا بحر احمر ده ديستنيشن. طب اللوكيشن بقى، اللوكيشن ده في منه حاجتين، واحده خارج المشروع وواحده داخل المشروع. اللي خارج المشروع دي يعني لو مسكنا مثلا اريا بتاعت التجمع هنقول ان مثلا احسن لوكيشن فيها هو الجولدن سكوير. فهنا لازم اقول لك اللوكيشن ده بقى هو في انهي نقطه بالظبط، على بعد كام دقيقه من كذا، على قد ايه من ال90 الشمالي او الجنوبي، الجامعه الامريكيه بينه وبينه قد ايه بالظبط، دقيقه ولا 2 ولا 10. والدقيقه هنا بتفرق. طب تعرف تروح منه العاصمه في كام دقيقه، وتعرف تروح منه مستقبل سيتي في كام دقيقه، طب تعرف تروح منه وسط البلد في كام دقيقه. ده كده اسمه لوكيشن. طب ايه اللوكيشن اللي جوه المشروع ده؟ هنفترض انك اخترت مشروع معين بتاع شركه معينه في الجولدن سكوير. اليونت بتاعتك اللي هي فيلا او شقه فين جوه المشروع بتتحكم في التسعير. هي على السور ولا على اللاجون؟ طب هي لو في الساحل هي لاجون فيو ولا سي فيو ولا لاندسكيب فيو ولا برضو على السور؟ كل دول بيتحكموا في التسعير، وكل يونت موجوده في زون من دول التسعير بتاعها بيختلف. طب انت لو ده انت حتى لو اخترتها في لوكيشن معين المفروض ان اليونت العقار بقى البيلدينج كله ده مطل مثلا على لاجون، هي لو بحري بسعر وقبلي هتبقى بسعر. طبعا ده غير المساحه بتتحكم طبعا في التسعير بشكل كبير. طب تعالى نسيب بقى القاعده بتاعت قريب ولا بعيد ونشوف القاعده الثانيه بتاعت تقيل ولا خفيف. تعالى نقول انك هتاخد عقار فاخر في احسن ديستنيشن في احسن لوكيشن، يبقى هنا روح مع مطور تقيل. مين هو بقى المطور التقيل؟ رقم واحد مطور عنده سابقه اعمال كبيره، نفذ مشاريع قبل كده. رقم اتنين سابقه الاعمال اللي نفذها قبل كده دي فيها حاجات شبه اللي انت رايح تشتريها كاوف بلان، يعني مش اول مره يعملها. يعني ممكن مثلا يكون حد جامد جدا في التجمع بس عمره ما بنى ساحل وطرح مشروع جديد في الساحل، ده لو اتحط في مقارنه مع مطور بنى في الساحل قبل كده يخسر المقارنه. في حالات ممكن يكسب فيها المقارنه، في حالات ممكن يكسب فيها المقارنه، ولكن ده مش محل النقاش دلوقتي. رقم 3 بنقول ان هو يكون عنده حاجه اسمها ملاءه ماليه كبيره، بالبلدي يعني معاه فلوس كتير مش هيتعثر. رقم 4 الملاءه الماليه بتاعته دي تكون ممتده لانشطه غير العقار، يعني تلاقيه عنده شركه قابضه، شركه او مجموعه شركات شغالين في انشطه مختلفه وكلهم ناجح فيهم. طيب هل كفايه انه يكون عنده مشاريع قبل كده عملها في سابقه اعماله وخلاص؟ لا، لازم كمان العملاء السابقين بتوعه يكونوا بيشكروا فيه، لان كتير جدا من المطورين عندهم سابقه اعمال قويه بس خدمه ما بعد البيع والتسليم سيئه، الصيانات مش حلوه، فتلاقي العملاء اللي بيشتروا معاهم بيشتكوا. فدي نقطه لازم نكون واخدين بالنا منها. طب مين هو المطور الخفيف بقى؟ لا طبعا بنتكلم في تقيل ولا خفيف. المطور الخفيف هو اللي عكس كل اللي انا حكيته ده، وده بيتقسم لنوعين. اولا واحد خفته بتفضل تزيد لغايه ما يتحول للمطور النصاب، ده مش هنتكلم عنه كتير، ده بيبقى فاضح نفسه بنفسه. رقم 2 هو المطور المتعثر، ده حد نيته حسنه شغال كويس ولكنه تعثر في مرحله من مراحل الانشاءات. للاسف النيه الحسنه غير كافيه قوي انك تطور مشاريع عقاريه كويسه وكبيره وفيها فلوس كتير بتتضخ. بس هنا في نقطه مهمه قوي، المطور التقيل ده ما تفكرش فيه الا لو انت هتشتري عقار تقيل. طب ايه هو العقار التقيل؟ العقار التقيل هو اللي فيه شكل كبير من الرفاهيه، دي رقم 1. رقم 2 جوه كومباوند. رقم 3 الخدمات والفاسيلتيز بتاعه الكومباوند ده موجوده جوه الكومباوند كلها، مش محتاجه ان انت تخرج بره. رقم 4 صيانات المكان اللي انت هتشتري فيه ده تكون حلوه وتحفه.
في امن، في كل حاجه انت تتخيلها، نوادي، في بولز، في مناطق خدمات، في مناطق ترفيهيه، في كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها. لذلك المطور ده ما ينفعش يكون مقاول يبني كده مباني ويسيبها ويمشي، لا ده كمان مشغل، بيعرف ازاي يشغل مشروع عايش ويصينه بشكل كويس ويفضل مدى الحياه كانه لسه معمول له لونش دلوقتي او لسه فاتحينه دلوقتي. طب العقار التقيل مع المطور تقيل، ماله؟ سعره تقيل. طيب لو انا ما اقدرش على السعر التقيل ده، بس عايز اخد خطوه في حياتي فيها ابجريدنج، فيها نقل من مكان لمكان احسن، اطفالي كبروا وهيدخلوا مدارس وعايز ادخلهم في مدارس كويسه، عايز اعيشهم في مستوى احسن، حرام ما اخدش الخطوه دي في حياتي؟ لا مش حرام، بس ساعتها انت مضطر تكمبرمايز او تتنازل. اشكال التنازلات اللي انت هتعملها مش وحشه، عشان بس كلمه تنازل دي دايما في الحياه ليها كده واقع سيء او سلبي على البني ادمين. التنازلات انت هتعملها بمزاجك، بس تعالى افهمها لك. اولا ممكن تاخد عقار في منطقه ابعد شويه، نرجع بقى للقاعده بتاعت قريب ولا بعيد. طب مش عايز تبعد، هتاخد عقار مش بعيد بس مع مطور مش كبير قوي، او هتاخد عقار مع مطور كبير بس في لوكيشن مش احسن حاجه. ممكن كمان تاخد عقار بفتره استلام اطول، وممكن تاخد عقار في كومباوند صغير في كم كويس من الخدمات لكن ما فيهوش رفاهيه كبيره قوي. لو قارنته باللي انت كنت فيه قبل كده هيكون احسن، بس هو ممكن يكون مرحله انت هتحتاج بعدها انك تاخد خطوه تانية ناحيه عقار تاني فيه رفاهيه اكتر كمان 10 سنين مثلا، ولكن انت مش مجبر عليها برضو، انت ممكن يكون ده مرضي جدا بالنسبه لك. طيب هو التنازلات دي هتاخدني ان انا اخد عقار مثلا ادفع فيه فلوس كتير ويطلع وحش وما اتبسطش بيه؟ اقول لك لا ابدا. انت خدت عقار مع اي مطور جوه التجمع واستلمته فعلا وعشته فيه، سواء كان في كومباوند سواء كان سيبريت حتى بره كومباوند، انت برضو مالك زمانك. وعايز اقول لك ان انت جوه الكوميونتي، انت ما خرجتش بره، التجمع كلها تتلف في نص ساعه. فانت لو النوع ده من المشترين ما تفكرش قوي في فكره انك تمتلك كل حاجه والا ما تاخدش حاجه خالص. الرضا مطلوب في الحته دي قوي. طب هي التفاصيل الزياده من الرفاهيه دي بتفرق قوي يعني؟ البولز والكلاب هاوس والنادي والحاجات دي كلها بتفرق؟ اقول لك والله هي حسب دماغك. هي بالنسبه لي في لحظه ما معينه ممكن تكونش بتفرق، وممكن في لحظه ثانيه تكون بتفرق جدا. هي شكل من اشكال ايه؟ الحنتفه ليها زبونها، سوري التجمع ما ينفعش نقول زبونها، بنقول عاملها. بس من باب الامانه لازم اقول لك ان الحنتفه دي بتفرق في الريسيل او اعاده البيع. زي ما بالظبط تكون جايب عربيه، العربيه دي حبيت تبيعها، اول حاجه بتتسال عليها هي ايه؟ العربيه دي رشه، العربيه دي عامله حادثه قبل كده، العربيه دي الاستبن بتاعها نزل الارض. العقار اللي فيه حنتفه وفيه رفاهيه بيتباع اسرع من العقار التاني، العقار التاني تقيل شويه بس بيتباع، العربيه اللي عامله حادثه بتتباع. بس الكلام ده لو انت هدفك ريسيل. لو مش هدفك ريسيل وهدفك تمتلك الوحده دي وتستخدمها، خلاص انت بتبص على طريقه استخدامك ليها، هتروح منها شغلك في قد ايه، لما يجي لك ضيوف هيجوا لك في كام دقيقه، هيدخلوا بسهوله وهيدخلوا مرتاحين ولا مش هيعرفوا يدخلوا المنطقه دي فيها مشاكل، ولادك ومراتك وهم داخلين خارجين فيها خارجين بسهوله وبيسر وبامان ولا ايه الدنيا؟ دي طريقه المفروض تفكر بيها وانت بتشتري عقار هتستخدمه. بس لو هدفك ريسيل عادي حنتف براحتك. احنا قربنا نوصل لاخر الفيديو، اتمنى تكون صاحي لسه معايا. طيب احنا عاملين نتكلم عن العقار نفسه كمنتج وعن السوق وعن الحاجات اللي بتحدد سعره جوه السوق ده. طب ما السوق ده فيه عملاء، العملاء دول نوع واحد؟ لا، العملاء دول انواع، او تحديدا نوعين، وتحت كل نوع في كذا نوع. النوع الاول هو الانفستور او المستثمر، وده حد كل هدفه انه يحط فلوس في العقار، الفلوس دي يرجع ياخدها زياده. الحد ده ممكن يشتري عقار سكني، ممكن يشتري عقار ساحلي، ممكن يشتري عقار تجاري. التجاري ده ممكن يبقى مكتب، يبقى عياده، يبقى محل، يبقى صيدليه. طب هيكسب منهم ازاي؟ اول حاجه هيرجع يبيعهم تاني، ممكن يبيعهم وهم مبنيين وهياخد كل فلوسه كاش زي ما شرحت في الاول، وممكن يبيعهم وهم اوف بلان بعد سنه او 2 من الشراء بتسعير مختلف وياخد الاوفر برايس ده كربح. يبقى اول حاجه ايه؟ هي اعاده البيع. تاني حاجه ممكن يشتري كل دول ويأجرهم ويفضلوا يجيبوا له دخل. حتى الايجارات في العقار مش نوع واحد، هو ممكن يأجرهم ايجارات طويله المدى، عقود بتبقى بالسنه والاثنين والثلاثه، ممكن يأجرهم ايجارات قصيره المدى شهر او 2، ممكن يأجرهم باليوم على ابلكيشنز زي اير بي ام بي، يجيب شاليه في الساحل يفرشه حلو قوي يأجره بالاسبوع، يجيب استوديو جنب الجامعه الامريكيه للطلاب اللي هم جايين من بره مصر عايزين يقعدوا في مصر ويأجروهم منه سنه بسنه. طب الكلام ده لو العقار اصلا سكني. طب لو تجاري او اداري هو عارف هيشغلهم ازاي. في شكل كمان من اشكال الاستثمار في العقار انه يدي الوحدات بتاعته دي لشركه اداره اصول عقاريه، هم بقى يفرشوا له ويأجروا له ويسلموا الفلوس. طب احنا كده يا محمد اتكلمنا عن العقار كمنتج واتكلمنا عن السوق. بنسمع برضو في السوق ده حاجه اسمها بياع الديفلوبر والبروكر، او سيلز الديفلوبر وسيلز البروكر. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ سيلز الديفلوبر دي سهله، ده حد شغال في شركه تطوير عقاري وبيبيع المنتج بتاعها، هدفه ان هو يبيع لك المنتج بتاع الشركه دي. طب البروكر ده حلقه وصل بين حضرتك كعميل وما بين كل الماركت اللي بيطرح مشاريع عقاريه في السوق. طب اللعبه دي بيلعبها البروكر مقابل ايه بقى؟ مقابل كوميشن او عموله. لو هتشتري منه حاجه
برايمري يعني هتروح معاه او هو هيجيب لك حاجه مناسبه ليك تشتريها من المطور بشكل مباشر، فانت ما بتدفعلوش هو عموله، العموله بتاعته بتطلع من الديفلوبر ده. طب لو هو هيساعدك تشتري حاجه ريسيل، هو ساعتها هياخد عموله منك كمشتري ومن اللي هيبيع لو هو متحكم في الطرفين. هتقول لي طب وعلى ايه وجع القلب ده؟ ما انا اروح لسيلز الديفلوبر دايركت وما ادفعش عموله ولا اعمل اي حاجه. هقول لك وارد، يعني لو ده مناسب معاك روح، بس انت هنا بتخسر فكره الماركت كله. البروكر معاه الماركت كله، معاه اوبشنز كتيره، يقدر يقول لك انت عايز تشتري فين. شرق القاهره، طب والله البيست اوبشن 1 2 3 4 5. غرب القاهره، طب 1 2 3 4 5. عايز تعمل مفاضله بين شرق وغرب القاهره، ده لو انت حد قاعد بره مصر مثلا مالكش شغل هنا، هتروح وتيجي عليه فمش فارق معاك المسافه، هيعمل لك مفاضله بين شرق وغرب القاهره. فالبروكر حد دوره مهم جدا في الماركت العقاري. لو هو بروكر امين وشاطر فانت هتستفيد منه جدا. طب انت عايز تبص على الماركت كله عشان تختار في الاخر ديفلوبر. انا عايز اقول لك ان انا عشان افهم الماركت بتاع العقارات في مصر، ومش كله كمان، يعني يعني لحد دلوقتي لا ازعم ان انا فهمته كله او ان انا مركز عليه كله. انا بشتغل فيه من 2020، او اول مره دخلته فيها من 2020. فهي هصل شويه لو انت هتسيرش وهتذاكر وهتلخص المعلومه، وبعد كده هتروح عند كل ديفلوبر تشوف مين بيشكر فيه ومين بيعيب فيه. هصل البروكر دول يوفر لك الهصل دي او وجع الدماغ ده. طب اروح لاي بروكر وخلاص؟ هتقول لي روح للشاطر الامين. طب الشاطر الامين ده انا اعرفه ازاي؟ هقول لك عندي قاعده بسيطه قوي، وهي عباره عن سؤال اساله: حضرتك تقدر تشتري العقار ده لنفسك؟ ممكن يقول لك لا مش معايا فلوس، بس افترض ان هو معاه فلوس. قول له لو انت معاك فلوس العقار ده هتشتريه بنفسك؟ هتشتريه بنفسك لنفسك؟ والله لو قال لك يبقى ده شخص امين. ساعتها اساله ليه هتشتريه لنفسك، انت شايف فيه ايه؟ اجاباته هتقول لك ان هو شخص امين ولا لا. فالبروكر الشاطر الامين انت هتعرف تعرفه لوحدك، ده سهل جدا، مش عايز اتكلم عليه كتير. البروكر بقى اللي مش شاطر ومش امين، ده اللي انا عايز اكلمك عنه كتير او بشكل كويس عشان تاخد بالك منه. هو نشاط السوق العقاري بيقوم على ايه؟ بيقوم على فكره ان عدد من المطورين بياخدوا عدد من الاراضي بيطرحوها للبيع. هو ده والله لو ده حصل في نشاط، ما حصلش يبقى مفيش نشاط عقاري. عايز اقول لك بقى ان المطور الكبير الشاطر، المطور المتوسط او الصغير الشاطر، المطور المتوسط او الصغير النصاب، كلهم بيقدروا ياخدوا اراضي ويطرحوها للبيع. الخطوه دي مش خطوه سهله اصلا، لانها بتتعمل بفلوس ناس غيرهم. يعني هم بيلموا من العملاء تحت مسمى اللونش وبياخدوا الاراضي دي، او بياخدوا قروض من البنك ياخدوا بيها الاراضي وبعد كده يطرحوها لونش، وبعد كده بفلوس العملاء يبنوا المشروع. اطلاق المشروع او اللي هو لونش بالانجليزي ده ركز فيه قوي عشان تسمعه كتير جدا في سوق العقارات في مصر وبره مصر. هو الفكره كلها قايمه عليه اصلا. ليه الفكره كلها قايمه عليه؟ شركه جديده بتطرح ارض جديده بسعر افتتاحي للمشروع، كل الوحدات بتاعه المشروع ما تباعش فيها ولا يونت. ده بيسخن البروكر ان هو يشتغل مع المطور ده. طب ليه بيسخنه؟ عشان المطور بيكون وعده بكوميشن كبيره لو انت خلصت لي انفنتوري كبير في اللونش. طب هو كبروكر لو شاطر وامين وهنا في فرصه حقيقيه هيبيعها لك، بس لو مش شاطر ومش امين وده للاسف العدد الاكبر، هيعمل ايه؟ هيحاول يبيع لك في كل اللونشات، او هيحاول يبيع لكل الناس في لونش من اللونشات دي، الجمله الادق. وهيلعب لك على حاجه اسمها الفومو او الفير اوف ميسنج اوت. الحق سعر الطرح هيفوتك، الحق الوحدات هتخلص، الحق 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 مليون الحق ممكن يقولهم لك. ساعتها ده هيشكل عليك بريشر او ضغط. المشكله هنا فين بقى؟ المشكله هنا ان هو بيبيع لك حاجه مش مناسبه لاحتياجاتك، هي مناسبه لاهدافه. فاستغل عامل الخوف اللي عندك او صدره لك اصلا تحت مسمى الحق، وباع لك في مشروع هياخد منه كوميشن وانت مش هيكون مناسب ليك قوي مستقبلا. فاللي هيحصل ايه؟ هيختفي من حياتك، مش هيرد عليك، هيعمل لك بلوك. لان انت هتعوزه امتى؟ هتعوزه لما حاجه هو وعدك بيها وعمل فيها اوفر استيميشن او اوفر بروميسنج مش هتلاقيها. زي ان هو يبيع لك بعد 3 شهور، زي ان هو يبيع لك بعد 6، يبيع لك بعد سنه، يبيع لك تحت مسمى هبيع لك بعد 3 شهور دي 3 و4 و5 و6 يونت. انت تعمل بقى صفقه داخل تكسب في كل واحده في 3 شهور اوفر برايس بيضاهي المقدم اللي انت حطيته. للاسف هتبقى وقعت في المصيده ده. بس انا عايزك تركز معايا، انا مش بوحش لك البيع، مش بقول لك ما تشتريش في لونش. لونش فكره مهمه قايم عليها فكره رواج العقارات اصلا، بس الفكره كلها انك تختار البروكر صح، تختار المشروع اللي فيه لونش صح، تختار الديفلوبر اللي عامل اللونش ده بشكل صح، وتعلى بقى. يعني كل ما بتعلى درجه هتروح مثلا تختار اللوكيشن صح، ثم تختار الديستنيشن صح. ما هو مش كل حاجه ينفع نشتري فيها دلوقتي. طب بالنسبه للتسعير، هو كوني اشتري من بروكر او اشتري من سيلز ديفلوبر هيفرق في تسعير اليونت؟ اقول لك لا، السعر ثابت في الحالتين. اللي هيختلف بس انك انت لو هتشتري ريسيل هتدفع للبروكر كوميشن، لكن لو بتشتري برايمري فهو بياخد الكوميشن بتاعته من الشركه اللي عامله المشروع ده. هتقول لي ماشي كل كلامك جميل وهشتري مع بروكر عشان عارف الماركت كله، طب بس انا لو رحت للديفلوبر هاخد خصم. هقول لك جميل، خد الخصم، بس وانت بتاخد الخصم
هتبقى فاقد ميزه انك تشوف الماركت كله من فوق، تشوف المنافسين عاملين ايه، تشوف هل هو ده احسن سعر في الماركت او في الديستنيشن دي ولا لا. فهي تباديل وتوافيق، شوف انت عايز ايه. طب هو سيلز الديفلوبر مش خاضع لفكره الامانه دي يا عم محمد؟ هقول لك طبعا خاضع. اللونشات زي ما هي بتغري البروكرز اشتغلوا على اللونش اكتر من الاوبن انفنتوري او المشاريع اللي فيها وحدات بس ما فيهاش لونش، او اللونش بتاعها اتعمل من فتره، هي برضه مغريه لسيلز الديفلوبر انه يشتغل في اللونش. لذلك في فرقه انا بسميها فرقه اللونشات. هنا هقول لك حاجه تقدر تعرف بيها سيلز الديفلوبر ده امين وشاطر ولا لا، بس ده سر خليهولك انت بما انك كملت لاخر ثانيه في الفيديو. اسال سيلز الديفلوبر انت بقالك في الديفلوبر ده قد ايه. والله هو قال لك اجابه فيها ده انا بقالي هنا سنتين 3 4 5، ده سيلز كويس. قال لك بقالي شهر، اعرف ان هم عاملين له هايرنج في اللونش، واعرف ان هو قبل الشركه دي كان في 10 شركات كلهم عاملين لونش السنه دي. هل هو هيجاوبك او لا؟ اعتقد لا، بس اعتقد ان انت لو عندك اي كيو نقطه ميه هتقدر تعرف ان اجابته دي صح ولا غلط. في النهايه العوامل اللي بتتحكم في تسعير العقار في مصر كتير، الزوايا اللي بنبص منها على العقار كتير. كل المطلوب منك انك تاخد القرار مش تحت ضغط، تحاول تلاقي حد كويس يبيع لك سواء كان بروكر او ديفلوبر، تحاول تختار الحاجه اللي هتشتريها عشان انت عايزها مش عشان بتتباع لك وبتتفرض عليك تحت اي شكل من اشكال الضغط. الفيديو ده انا عامله عشان يعيش 10 سنين 20 سنه يتوارث الناس تورثه وتشيره مع بعض. ده جايد دليل كامل لاي حد عايز يفهم سوق العقارات في مصر ماشي ازاي، من زاويه المنتج، من زاويه السوق، من زاويه البياعين سواء كانوا بروكر او ديفلوبر، زاويه كمان المطور العقاري نفسه. لو استفدت منه شيره مع غيرك انت عارف انه عايز يشتري عقار دلوقتي، او هو ياخده يبعته لابنه اللي عايز يشتري عقار كمان 20 30 سنه. سلام.